الدوري شكله في 100 عقبه كده، زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومقهوره معروفه. بس الاهلي قادر على العوده، الاهلي قادر على العوده، وربنا يستر عشان انا خايفه، يعني والله خايفه. يعني انا دايما مؤمنه بجمله بجد ان الاهلي قادر على العوده والله العظيم. دون النظر النهارده الزمالك قدم ماتش تحفه على فكره. انا متابعه الزمالك كده بقالي 10 ماتشات، يعني لو كملت الخمسه اللي فاضلين هيبقى بقالي 10. ايه الماتش ده؟ ايه الماتش ده؟ مبروك للزمالك وكل الجماهير الزملكاويه، انتوا من الثانيه الاولى بتشجعوا والله العظيم، ما شاء الله. يعني انتوا بتتعبوش يعني ما بتتعبوش خالص، مفيش سنه يأس. دخل فيكم جون في الاول في المصري، كان في نديه في الماتش رهيبه، كان في نديه رهيبه والله العظيم، بس الجماهير ما وقفتش تشجيع. يعني مش تشتم اللي غلط، لا لا لا، مكمله تشجيع. ايه ناصر منسي الاسطوره بتاعهم في ايه؟ في ايه؟ يعني مفيش اي حاجه، مش هتقعد دكه، مش هتغير رايك حاجه كده ولا كده؟ هعيط والله العظيم. انا فرحانه الماتش كان حلو، بس انا هعيط والله. الزمالك متصدر الدوري، الزمالك شكله هياخد الدوري يعني، بس الاهلي قادر على العوده. على فكره انا ما بهزرش، انا دايما مؤمنه بالجمله دي ان الاهلي قادر على العوده، ان الاهلي في اسوأ الظروف بيعرف يرجع. بس هل باللعيبه اللي عندنا دي هيرجع؟ اشك. انا خايفه من اللعيبه. طب والله العظيم انا ما خايفه غير على الجماهير، يعني انا خايفه على جماهير الاهلي زي ما انا خايفه على نفسي لو انا من جمهور الاهلي. بس غير كده اللعيبه عندها احساس، عندها دم، قسما بالله ابدا. لعيبه الزمالك النهارده بينحتوا في الصخر. لعيبه النهارده معهاش يا جماعه، والله انا ما بقول كده جماعه، معهاش فلوس، ما بياخدوش مرتباتهم متاخره كمان مره. اللعيبه مشتت من عندهم عشان يسددوا ديون النادي. انتوا متخيلين الحل وصل له؟ بس ما شاء الله يعني عيني برد عليهم والله. ناصر منسي الاسطوره، عدي الدباغ، ايه ايه يا زمالك ايه؟ انا حاسه ان دي صحوه يعني في صحوه والله العظيم يعني. ايه انا النهارده عمال اتفرج على الماتش بعد ما دخل فيهم جون، بعد ما دخل في الزمالك جون، والله قلت ايه ده، الماتش دخل جون بدري قوي كده. الزمالك راح حاطط التعادل على طول بعدها ما يجيش بكام دقيقه. الشوط الاول انتهى 2-1 لصالح الزمالك. عملت كده اهو. انا بحب الكره الحلوه، بس انا بحب الاهلي. انا عايز الاهلي ياخد الدوري، بس الزمالك، عارفين الزمالك عامل زي ايه؟ عارفين اللي هم في الزور؟ الزمالك اللي هم اللي في الزور اللي بتقف للاهلي، مش بيراميدز. على فكره بيراميدز ما بيقفش يعني انا ما بشوفش ان بيراميدز منافس لينا قوي. منافس المنافس، انا ما اقدرش اكذب الارقام، بس مش قوي يعني، مش اللي هو ند بند يعني، فاهمين؟ بحس دايما ان احنا كعبنا عالي على بيراميدز. على فكره يعني هقول لكم، انا لما لعبنا صن داونز كذا مره وكسبنا، انا بقيت شايفه ان صن داونز كعبوا عالي علينا اهو، حقانيه. صن داونز كعبوا عالي علينا، انا شايفاها، واهلاويه. بس انا شايفه بقى ان احنا كعبنا عالي على بيراميدز. مين اللي وقف لنا؟ الزمالك اللي ماشي زي الصاروخ. ايه الحظ ده؟ وهو مش حظ بس، عشان ما ابقاش كذابه، في اجتهاد، في شغل على شغل، كل واحد بيشتغل على نفسه في اللعيبه. في حاجات حلوه كتير قوي على فكره في الزمالك بجد عامل شغل عالي، في فنيات عاليه قوي، في تجانس بين اللعيبه. انا عايزه اقول لكم ان اللعيبه النهارده فرحانه. بصوا انا ضد ان لما لعيب يجيب جون يفضل يقول انا، ويفضل فرحان بنفسه قوي وزمايله. بحس ان اللعيب اللي زمايله مش بتفرق معاه قوي ان هو لعيب غير محبوب. بيبقى باينه والله العظيم، بيبقاش يروح في الفرقه. ما شاء الله الزمالك فيه روح، فيه كل حاجه يعني. ايه فيها زمالك عايز مننا ايه يا زمالك؟ الزمالك متصدر والله العظيم. انا لساني، انا مش عايزه اقول لكم ان انا عمال اتفرج النهارده الماتش قلبت معايا بضحك لما الزمالك تصدر الدوري. بصوا انا بعد الجون الثالث قفلت والله، قفلت جدا. خلاص الزمالك مبروك عليه الفوز. انا قلتها خلاص مبروك عليه الفوز قبل الرابع. والله اقول لكم على حاجه، انا بعد ما المصري دخل جون وحياه ربنا قلت الزمالك هيفوز. لا اللعيبه وعبد الله السعيد، في ايه يا عبد الله يا سعيد؟ يا عبد الله سعيد انت رايح جاي يعني، تقولش احنا اللي عندنا 42 سنه مش انت يعني. في عبد الله يا عبد الله
جماعه بجد في ايه يا جماعه؟ والله العظيم عايزه افهم في ايه. ناصر منسي ده كان ماشي من الزمالك، كان ماشي، كلنا عارفينه كان ماشي. مش هتكلم على السوبر، بعدها كان قريب كان رايح البنك الاهلي. ايه اللي حصل؟ مين اللي وقف الصفقه؟ مين اللي قعده؟ لازم نعرف. عدي الدباغ فيها عدي. عبد الله السعيد في ايه؟ مش ناوي تعتزل هكه ولا هكه خالص؟ مفيش. احنا في امس الحاجه ان اي حد فيكم يعتزل والله. جماعه انا بجد النهارده عماله اضحك بس على اللي بيحصل، مش مصدقه اللي بيحصل، مش مصدقه ان احنا بننهار. بقيت حاسه ان اللعيبه اللي عندنا ما عندهاش روح. لما بتفرج على الزمالك حرفيا بتقهر على حالنا، بس بفرح للزمالك والله العظيم. انا مش من الناس اللي هو هتسود بقى والكلام ده، لك لا ومش عارف لا، انا عايزه احنا اللي نطور نفسنا يعني فاهم. انا ضد ان احنا نغل من بعض فنوقع بعض، لا لا، انا عايزه ان انا اغير منك فعلا. انا مش عاجبني الروح اللي في النادي اللي عندنا، انا صعبان عليا الجماهير اللي انا واحده منهم بس على فكره. طب والله العظيم اللعيبه ما تستاهل حتى يستعناهم يعني فاهمين. لعيبه الاهلي خالص مفيش دم على فكره. لو خدوا شويه، لو من كتر لبس تيشيرت بقى عندهم دم كان زمان عندهم دم، بس للاسف ما ينفعش يعني، ما عندهمش ريحه الدم. ومؤخرا مش عاجبني قرارات الاداره مطلعه خبر امبارح ان هما ممكن يعملوا ايه بقى، يخفضوا العقوبه الماليه عشان الخسارات اللي فاتت. انت بتكافئهم على ايه؟ على الفشل، على الروح الزفت اللي ما بينهم، على الخناقات اللي ما بينهم، على اللي كل يوم نسمع فضيحه ما بينهم. على ايه محدش شايف بعضه؟ على ايه؟ لا كان زمان في كبير للفرقه ياخد ده يعرفهم على الفرقه. انا عايزه اقول لكم ان مبقاش في كبير والله. فانا مش فاهمه في ايه بيحصل، انا عايزه افهم في ايه بس مش عارفه. اما حاجه مبروك للزمالك وجماهير الزملكاويه، خفوا علينا شويه بالله عليكم، احنا بننهار. الرحمه رفقا بنا، احنا صحاب وحبايب من على مر العصور قبل ما نتولد والله. بس يا جماعه كده انا هفضل النهارده مع نفسي عمال اضحك بقى. سلام.